السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة خميرة اللبن، بسم الله ما شاء الله. اللي بتتكون نغلي اللبن ونحطه ببرطمان ونحط عليها فشوش السمسم ونقفل عليها وندفيه جوي 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 على قد ما يمكننا، ويطلع زي ما انتوا شفتوه. ونكسرها بالدقيق وبلبن زي ما انتوا شايفين باللبن عشان تطلع تاني بسرعة، ما هي بتتكسر كذا مرة. ادينا بنعجنها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. جاي العسل ونودر الدقيق خالص بسم الله ما شاء الله. دينا بنودره. بعد كده وقت خلصنا العجن فيها الخميرة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني بسم الله ما شاء الله جاي العسل، اللهم بارك يا رب. بنعجنها كويس، لازم اهم حاجة العجين كويس. وبعد كده هواتي هنقسمها على حلتين عشان لما تختمر ان شاء الله، عشان لما تختمر تبقى ايه تاخد ضعف الحلة ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي الخميرة اللبن بنقول لكم عليها بتاعت الصعايدة، وبنكب عليها شوية دقيق من فوق الوش كده اهواتي على الناحيتين على الخميرتين، ونغطيها وندفيها كويس جوي جوي جوي، ونصلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حطينا 7 كيلو لبن وكركم وكيلو سكر وذرة ملح بسم الله ما شاء الله، ودوبناهم في بعضيهم. ونحط نحط الدقيق 8 حجاج دقيق بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. والخميرة زي ما شايفين اتضاعفت واختمرت، فبنحط على العجين عادي وبنخلط الاتنين في بعضيهم جيدا. وبنكون حاطين بردك شوية سمن كده واتي عقبالتها لما نودر الدقيق بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. دوا الصعيدي، الخميرة اللبن الصعيدي الأصلي اللي هي بنعملها في الأفراح والحاجات المالحة كلها. وده بنحط السمن دلوقتي، جدت مرحلة السمن، وبنمسك حتة عجينة حتة وبنغرزها في السمن عشان تبقى كلها واخدة سمن وتبقى ماسكة نفسها وتبقى عجينة واحدة زي الملبن زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. واللي فيه عن وراس يعمل عمايل الناس بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما فيش حاجة مستحيلة، كل حاجة بإذن الله الواحد زي ما شايفين كده وقتي إن وانا نعمل يبقى هنعمل. العجينة اللهم بارك مش معلمة في ايدينا ولا في العجان ولا في اي حاجة بسم الله ما شاء الله، بدليل اللي هي ولا عايزة سمن ولا مية ولا عايزة اي حاجة. طول ما حطينا السمن ده الاخير فما بنحطش مية خالص، خلاص خلصت كده اهواتي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. ده بنعمله في الافراح وكل حاجة وفي الاعياد وفي المدارس. ودي الحاجة بقى حطت ايديها فقالت لنا الحمد لله كده تمام اقسموه، فبنقسمه الحمد لله. اهم حاجة الحاجة تقول لنا اللي كده بيجي تمام، اللهم بارك. فلازم نقسمه على عجانين عشان لما بيتضاعف بسم الله ما شاء الله. دينا قسمناها واللهم بارك. وبنعمل عكاز النبي بركة، اهم حاجة بركة ربنا في كل شيء. وبنعمل عكاز النبي بنتفائل بخير بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طلع العجين اللهم بارك. وهنعك ايدينا سمن وهنبدأ نقطع بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نقطع بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. زي ما شايفين جرس عادي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة بسم الله ما شاء الله مش عجينة، ملبل والله، اللهم بارك. عايزين نصلي بينا على النبي كده واتي، اللهم بارك. والحاجة لازم ايديها المباركة دي تكون في وسطينا ما نتحرمش بينا يا رب. اديكم زي ما شايفين لما العجينة صح وتمام، فحتى مش معلمة في ايدينا ولا في المجور، ما كانناش عجلنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وزي ما شايفين كده وقاتي حطيناه على الصجان عشان يختمر. فبعد ما يختمر تاني في الصجان هو بياخد كذا مرحلة خمر. فهنبدأ ان شاء الله، ادينا هو كده اختمر، هنبدأ نخبز بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. على نار هادية كده، ولا هادية قوي ولا عالية قوي، متوسطة زي ما شايفين كده واتي، على فرن عادي
الفرن الآلي دي الصاج. دي الجرس الصعيدي الأصلي هنا مع أم عبده، بسم الله ما شاء الله. ودي كانت جرس فرح. فنقول لبنت اخويا الف مبروك يا دينا، وربنا يتمم لك بخير. وزي ما شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ادي الجرس طابت بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. نصلي بينا على النبي. زي ما شايفين اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله، كيكه كيكه بجد يعني. اللهم بارك اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. فبنمسكها كده بسكينه ونطلعها عشان ما ينفعش نعملها كده عشان ما نفركهاش. بسم الله ما شاء الله. اديكم زي ما شايفين كيكه كيكه. اللهم بارك اللهم صل على النبي ونصلي بينا على النبي. وما تنسوناش في لايك وحاجات حلوه، واي استفسار هرد عليكم. ده الفايش الصعيدي، الجرس الصعيدي الاصل، دي البركه. احنا لسه ما خلصناش بس احنا وريناها لكم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم صل على النبي. زي ما شايفين كيكه. الله اكبر الله اكبر. وادينا دي النهايه، دي الفايش اللهم صل على النبي بتاع العروسه. الله اكبر. وده بنعمل فيه الفايش دوت يعني في الصعيد ده بيتفائلوا بيه، يعني اي حاجه فرح خير هو بنعمل الفايش. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمه الله.